رسميا، فريق اتحاد العاصمة الجزائري يهدد بالانسحاب من مباراة الإياب يوم الأحد أمام نهضة بركان إذا لعب الفريق المغربي بنفس القميص الذي يحمل خريطة المغرب. إلى التفاصيل. يتواصل الجدل والتخبط داخل نادي اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراته ضد نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما خسر مباراة الذهاب بالقلم ب3 أهداف دون رد بسبب احتجاز قمصان الفريق المغربي. وفي هذا الصدد قال مسؤول في اتحاد العاصمة يشغل منصب المدير الرياضي للنادي في تصريح نقلته وسائل إعلام جزائرية إن فريقه سيسافر إلى بركان يوم الجمعة من أجل خوض المباراة، وأضاف أنه إذا لعب فريق نهضة بركان بنفس القميص الذي يحمل خريطة المغرب فإن فريقه سينسحب من المباراة وسيكرر نفس سيناريو مباراة الذهاب. يشار إلى أن الجمارك الجزائرية كانت قد احتجزت أقبصة نهضة بركان في مطار هواري بومدين بسبب حملها لخريطة المغرب، ما تسبب في خسارة فريق اتحاد العاصمة لنتيجة المباراة ب3 أهداف دون رد بناء على قرار الكاف.